لا، انا مبسوط على فكره بالتعادل مع ليفربول في ظل هذه الظروف التي يعاني منها ارسنال. يعني هو انت مش شايف ان دي كده حاجه كويسه ان انت تتعادل مع ليفربول في غياب ويليام ساليبا مع عوده ساكا اللي احنا كنا مقلقين هل هو عاد سليم ولا عاد بنسبه 80%، في ظل غياب كمان مارتن اوديجارد، بجانب اصابه كالافيوري في ماتش شختار والدنيا باظت معاك في الحته الدفاعيه، بجانب احداث الماتش بقى. يعني انت اتصاب جابرييل ماجالايش، كمان اتصاب معاك تمبر، فصباح الفل. انت متخيل ان انت بتلعب ببارتي وكيفر قلبي دفاع بعد خروج ماجالايش؟ فصباح الفل يا جدعان، ده كتر خير الدنيا. ده الحمد لله ان احنا ما اتغلبناش. انا كنت متوقع بعد خروج جابرييل ماجالايش بالتحديد، قلت لا خلاص العمليه فكت، والاتنين اللي بيلعبوا قلبي دفاع عندي ويليام ساليبا وماجالايش مش موجودين، شكرا انا هلبس لبسه وحشه جدا. قدر لطف يا حبيب اخوك، والله الحمد لله قدر لطف. تعادل انا شايف ان احنا تمام جدا عليه تمام يعني قشطه. الحمد لله ماتش وعدى وتعادلت مع ليفربول، احسن من ان انت تتغلب من ليفربول على ارضك. مبدئيا انا عايز اعتذر لكم اعتذار شديد جدا ان انا ما قدرتش اطلع اللايف بتاع ارسنال وليفربول قبل المباراه، وده كان بسبب ضغط العمل عليا. انا يا جماعه الماتش بدا معايا على الدقيقه 29 بالظبط، كنت يعني خلاص بقيت بعرف اتفرج على الماتش في الدقيقه 29 للاسف. فانا اسف جدا انا ما عرفتش اطلع لايف، واتفرجت على ملخص لل 29 دقيقه دول اللي جه فيهم الهدفين، لكن كان الاهم فيما بعد. محتاجين نقول شكرا نيكولاس جوفر، محتاجين نقول شكرا نيكولاس جوفر على التطوير اللي موجود وملاحظ في الكور الثابته. الكره اللي جه منها جول النهارده ميكيل ميرين اللي بيمضي اول اهدافه مع ارسنال في الدوري، بيبان قوي شغل نيكولاس جوفر. بان قوي الاربعه اللي مرصوصين ورا دول، وبعد كده بيجروا مع بعضهم ويتخللوا خط الدفاع، بعد كده بيتقدموا عشان على الرأسيه. مرفوعه حلوه قوي يا جماعه من ديكلان رايس، مرفوعه بشكل لذيذ جدا رايح على دماغ واحد من اللعيبه بتاعتنا، فشكل واضح جدا ان هو طبعا مدربين عليه بشكل كبير جدا. فلازم نقول شكرا نيكولاس جوفر ان انت شغال وبتعمل الشغل بتاعك وبتطور كمان. بس ده ما يمنعش ان الضربات الركنيه لسه زي ما هي ومحتاجه تطوير برضه شويه. اسمح لي يا صديقي كده اخدك في جانب كده ما اتكلمناش فيه قبل كده، جانب الاحصائيات. انا عايز بس اقول لك احصائيات الشوط الاول لوحده واحصائيات الشوط الثاني لوحده، انا مجهزها وهقولها لك دلوقتي. في الشوط الاول ارسنال استحوذ 53% في حين ان ليفربول كان 47%. طيب الاهداف المتوقعه كانت 8 من 10 لارسنال و36 من 100 لليفربول. احصائيات عشان او انجز لك، يعني احصائيات الشوط الاول كلها في ارسنال، كلها تبع ارسنال. الفرص الخطيره 2 لارسنال 1 لليفربول، 6 تسديدات لارسنال 3 لليفربول، تصديات 1 لارسنال 0 لليفربول، تمريرات 235 تمريره لارسنال 212 لليفربول، ركلات حره خدنا 9 هم خدوا 6، كروت صفرة هم واخدين 1 اللي هو بتاع ارن سلوت الاعتراض اللي كان في الاول واحنا ما خدناش خالص. ده الشوط الاولاني، ده يعني ان انت كنت بتلعب بشكل حلو جدا الشوط الاولاني وماسك الماتش، وليفربول ما كانش لسه دخل معاك في اللقاء. يعني تيجي تبص بقى على الشوط الثاني تلاقي الاستحواذ بقى 63% لارسنال لليفربول وهنا بقى عندي نقطه، احنا خارجين كسبانين 2-1، ليه بسيب له الكوره؟ ليه؟ اصل الحركه دي بتتكرر كتير من ارتيتا لو تاخدوا بالكم، يعني ان احنا بنبقى فايزين الشوط الاولاني 2-1 3 مش عارف بتخش الشوط الثاني بتلعب على الهادي خالص وبتبقى عباره عن مستقبل مش مرسل. طب انا ليه ابقى في خانه رد الفعل؟ يعني ليه؟ طب ما خليني زي ما انا وماسك الكوره واضغط ويبقى معايا الاستحواذ ويبقى معايا نص الملعب ومعايا الخطوط ومعايا ما سيبهاش في ارض الخصم. انت ما هي الكوره طول ما هي في رجل الخصم يبقى انت لسه في خطر. بكلمك استحواذ كان 63% لليفربول، عملوا فرصه خطيره احنا ما عملناش، تسديدات هم 6 احنا 3، تصديات 1 ل1، الركنيات جالهم 2 احنا جالنا 1، التمريرات 246 تمريره لليفربول مقابل 150 تمريره لارسنال. طب ليه؟ خدوا 8 ركلات حره احنا خدنا 5، خدوا كارت اصفر 1 احنا خدنا كارتين. مش هختلف معاك ان ده بسبب خروج جابرييل ماجالايش وبسبب خروج تمبر وان انت فقدت عناصر اساسيه، لكن اصلا قبل خروجهم هما الاثنين الشوط الثاني انت نازل مقريه قوي ان انت سايب الكوره، ان انت بتحاول تموت الماتش. ليه بتموت الماتش
الماتش او بتسيب الكرة لليفربول. انت هو انت بتلاعب مين يا معلم؟ انت لو بتلاعب بلديد المحله مش هتعمل كده. انت بتلاعب ليفربول، يعني انت ليفربول لو الكرة في رجليهم فهي حرفيا انت في خطر، مش فرقه عاديه، مش فرقه سهله. يعني الحته دي بصراحه شايف ان ارتيتا محتاج ان هو يراجع نفسه فيها شويه، يبص عليها شويه، ان ما ينفعش يا عم ارتيتا الفكره اللي انت بتعمله ده. ما ينفعش ان انت تبقى نازل عايز تموت الكوره وعايز تموت الماتش، جات لك فرصه تروح تخطفها كان بيها، ما جاتلكش خلاص سيب الكوره. انت مش بتلعب في دوري هواه، بتلعب في دوري انجليزي، دوري صعب، دوري تقيل. انت اتغلبت من بورنموث اللي هي مش اتقل حاجه فيه. انا ما شفتش نادي على مدار السنين اللي فاتت، ما شفتش نادي بيواجه كم سوء الحظ اللي احنا بنواجهه ده كارسنال. حتى الفتره اللي كان حاصل فيها غيابات لريال مدريد والعالم كله كان بيضحك على ريال مدريد ان هو عنده كميه غيابات غير طبيعيه، انا برضو ما شفتش قد سوء الحظ بتاعنا. يعني انا غايب عندي اهم لاعب في المنظومه مارتن اوديجارد، رجع لي ساكا وانا حاسس ان هو مش راجع بنسبه 100%، حاسس بكده. ويبقى غباء من ارتيتا لو الماتش بتاع يوم 30 اكتوبر بتاع الكاس نزل بساكا، يبقى انت كده انت بتنتحر يعني. بجانب غياب ويليام ساليبا للطرد بس هو سليم، غياب جابرييل ماجالايش النهارده بسبب الاصابه اللي حصلت وفي الركبه. انا مش فاهم برضو ليه غالبيه الاصابات في الركبه، ده في تحميل طيب في التدريبات ولا في ايه ما نعرفش. تيمبر رجع لعب وبرضه اشتكى تاني من نفس الالام اللي غاب بسببها من الماتش اللي فات والماتش اللي قبله. طب يا جماعه وبعدين احنا حرفيا عندنا كميه سوء حظ غير طبيعيه. كالافيوري انا النهارده الثلاثه الاساسيين اللي بلعب بيهم في قلبي الدفاع مش موجودين، ثلاثه. ويليام ساليبا شكرا، كالافيوري اصلا من بره شكرا، وجابرييل ماجالايش قال لهم يعني انتوا هتقعدوا لبره لوحدكم؟ لا انا جاي معاكم. بجانب سوء الحظ ده المتسبب الاول في كل اللي احنا فيه ده طبعا ميكيل ارتيتا وعم الحاج ايدو جاسبر، ان انت ما جبتش وما دعمتش الفرقه. عندك الثلاثه سرد باكات اللي كنت ممكن تعتمد عليهم ويقضوا الدور بشكل كويس، الثلاثه مش موجودين. الثلاثه شكرا، الثلاثه ضاربين النهارده سلام عليكم انصراف. حتى كيفور، مش كيفور يا جدعان اللي ينزل يلعب سيرد باك. توماس بارتي ما عجبنيش خالص كسيرد باك. فيا صديقي انا عايز اقول لك ان كان من المنطقي ومن العقلي ان احنا نتعادل ونحمد ربنا 1000 مره في اليوم ان احنا ما اتغلبناش من ليفربول. يا جماعه كانت هتبقى معجزه لو ليفربول ما كانش سجل في ارسنال في غياب صليبا وجابرييل ماجالايش، كانت هتبقى معجزه. فهو الحمد لله، يعني الحمد لله ان انت اتعادلت. انا مش زعلان يعني، ماشي خسرنا نقطتين بس انا مش زعلان، بالعكس انا شايف ان الموضوع يعني الحمد لله يا جماعه ده كرم كبير قوي من عند ربنا. ارتيتا النهارده ادار الشوط الاولاني بشكل كويس جدا، الشوط الثاني فلت منك بالطريقه اللي انت بتكررها تاني، اللي انا مش مقتنع بيها بصراحه، مش داخله دماغي ان انت فكره ان انت بتسيب الكره وبتسيب الاستحواذ للفريق الثاني، بجانب ان انت بتلعب ليفربول. يا جماعه يعني ليفربول برضو من كبار الدوري يا جماعه، برضو عنده لعيبه بسم الله ما شاء الله، عنده غيابات ماشي مفيش مشكله، بس يا جماعه لعيبه هو عنده بدل الواحد 2. هو مثلا غايب مثلا دييجو جوتا، عنده نونيز شغال، عنده جاكبو شغال، عنده يا باشا ده ممكن يلعب صلاح مكانهم هم الثلاثه عادي. لكن انت المشكله عندك ان انت ما عندكش البديل ده، ما عندكش فكره او ما عندكش الكونسيبت بتاع ان انت يبقى عندك بديل لفلان وفلان وفلان وفلان. انت النهارده واحد خد طرد، تاني اتصاب في ماتش دوري الابطال، شكرا انت كنت لايص. المهم يا صديقي عدت على خير، ما تزعلش نفسك، 100. انا كده الدنيا جايه عليا والله يا صاحبي. امبارح فرقتي اللي انا بحبها ريال مدريد اتغلبت 4 من برشلونه، فتمام قشطه يلا بجملت بقى. كويس ان انا اتعادلت وما اتغلبتش النهارده، كان زماني منتحر. شكرا جدا ليك يا صديقي ان انت وصلت معايا لغايه هنا. ما تنساش لايك وسبسكرايب وشير، وشكرا على الكلام اللي هتلاقيها في الديسكربشن، وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديدنا. وان شاء الله باذن الله بكره حلقتنا قعده ارسنال الاسبوعيه. شكرا جدا ليك وتصبح على خير، سلام.